مساء الخير، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب يكون يومكم خير النهارده. النهارده هنتكلم عن نادي الاهلي ونادي الزمالك بعد مباراتين الذهاب الخاصين ببطولة افريقيا، دوري ابطال افريقيا، النادي خاصة بالنادي الاهلي والكونفدرالية خاصة بنادي الزمالك. الاهلي امبارح كان لعب مباراة الذهاب مع مازيمبي الكونغولي وانتهت 0-0. الاهلي لعب مباراة مميزة جدا. كولر زي ما قلنا قبل كده في الدوري حاجة، في الدوري المصري حاجة، وفي بطولة افريقيا دوري ابطال افريقيا حاجة تانية خالص. بشخصية البطل بيظهر تاني النادي الأهلي مع كولر، وبيحقق رقم جديد إن 19 مباراة بدون هزيمة، وبيتعادل مع مانويل جوزيه المدير الفني الأسبق للنادي الأهلي لما كان حقق الرقم دوت من 2004. كان جاي في الولاية التانية من 2004 لحد 2009، من 2005 لحد 2009 كان حققها في سنتين ورا بعض، إنه قعد 19 مباراة بدون هزيمة في بطولة أفريقيا. كولر امبارح عادل الرقم دوت. كولر ابتدى المباراة بتشكيل مميز جدا، وأخيرا بيرجع لعقله وبيرجع لإدارته الفنية المميزة. ابتدى بمصطفى شوبير وربيعة ومحمد عبد المنعم ومحمد هاني على اليمين وعلي معلول على الشمال، وفي نص الملعب كان عمرو السولية وكان كوكا وأكرم توفيق. ولعب بالاطراف، لعب على اليمين رضا سليم وعلى الشمال عبد القادر، ومهاجم صريح هو وسام ابو علي. كولر مسك نص الملعب او حط 3 ديفندرات في نص الملعب، خلى المباراه ان الاهلي يحكم سيطرته اكتر على مازيمبي بعمرو السوليه وكوكا واكرم توفيق من لعيبه نص الملعب، وحط على الطرف الشمال عبد القادر اللي بيبتدي يرجع لمستواه وبيبتدي يرجع لعبد القادر اللي احنا عارفينه، وحط الناحيه الثانيه سرعه رضا سليم على اليمين. وسام ابو علي لعيب مهاجم مميز جدا، كان محطه كويسه جدا في الماتش. الاهلي نزل اول ربع ساعه في المباراه كان ضاغط وضيع فرصتين بجولين. بعد كده ابتدى الربع الساعه الثانيه او نص ساعه الخاصه ببقيه الشوط الاولاني ان الكوره بتتنقل في نص الملعب كتير. مازيمبي ما راحش في الشوط الاول بهجمات خطره على مصطفى شوبير، كانت اغلب اللعب في نص الملعب. الاهلي قدم الشوط الاولاني شوط مميز. الشوط الثاني نزل الاهلي، ابتدى مازيمبي في اول تلت ساعه، في اول نص ساعه من الشوط الثاني يمسك كرة وبيروح بهجمات خطر على مصطفى شوبير. منهم كانت هجمه يعني زي ما بنقول كده بروحين، مصطفى شوبير شالها على مرتين، شالها بتميز شديد جدا. الكرة دي لو كانت دخلت جون كانت هتقلب الماتش. من الدقيقه 75 ابتدى النادي الاهلي لعيبه النادي الاهلي بالذات خط النص ابتدى يقع. الارهاق بقى، ازاي انت بتلعب بقى في جو فيه رطوبه، الملعب سيء جدا على ملعب نجيله صناعي. ابتدى كولر نزل قفشه، نزل كهربا، نزل بيرسيتاو بعد عوده من الاصابه، نزل بعض اللعيبه اللي اتنشط نص الملعب. الثلاثه اللي قدام اتغيروا واثنين لعيبه من نص الملعب. اكرم توفيق طلع مصاب واخد خبطه فوق حاجبه. كوكا نفس الكلام اصابه، بس الاثنين اصابات خفيفه ان شاء الله يلحقوا مباراه العوده اللي هتبقى يوم الجمعه ان شاء الله. طب خرج النادي الاهلي ايه؟ خرج بمكسب، خرج اللي احنا شفنا بيرسيتاو رجع من اصابه، لعب الماتش بشكل او الحبه اللي لعب فيهم كان شكله مميز. اطمنا على عبد القادر اللي ابتدى يرجع لمستواه. شفت وسام محطه قويه تقدر تعتمد عليها في مباراه العوده ويبتدي اساسي. رجعت بتعادل، بس لسه المباراه، لسه في مباراه عوده. هو التعادل السلبي 0-0 دوت خداع، خلي بالكم، لان انت في اي وقت مازيمبي لا قدر الله لو جاب جون في استاد القاهره هتبقى مشكله، لان انت الماتش بتاعك بره خلص معاهم 0-0، كون ان هو يجيب جون هنا ده هيبقى صعب. يعني الماتش لو هنا خلص 1-1 هم يتاهلوا، انت فاهم المقصود منه ايه؟ فحاول على قد ما تقدر في مباراه العوده انت تحافظ من ما يخش فيك جوان وتجيب جوان. دي الفكره في مباراه العوده، فالنتيجه خادعه لان انت ما قدرتش تجيب جون على ارضهم. بس كاداره فنيه او كمباراه عموما الاهلي قدم مباراه كويسه. انا شايف ان الاهلي يخرج من هناك 0-0. انت على مدار تاريخ الكره المصريه كله مفيش فرقه كسبت فريق مازيمبي على ارضها. يمكن النتيجتين الايجابيتين الوحيدتين اللي تموا هي النتيجه بتاعت امبارح على ارض مازيمبي، وكان في نتيجه سابقه قبل كده كانت خلصت 1-1 برضو للاهلي
كان لعبهم من فتره حوالي في 2012، خلصت النتيجه 1-1 على ارضه. بقيه النتائج اذا كان الزمالك لما قابلهم او سموحه او الاسماعيلي او بيراميدز، كل النتائج كانت سلبيه بهزيمه كل الفرق. فيمكن دي نتيجه ايجابيه عملها النادي الاهلي. فان شاء الله مباراه العوده تكون مباراه ان شاء الله الاهلي يخلصها ويوصل للنهائي، لان خاصه ان الترجي التونسي كسب على ارضه وكسب صن داونز 1-0، ففي احتماليه كبيره ان انت تقابل الترجي. خلينا ما نسبقش الاحداث. مباراه الاهلي يوم الجمعه ان شاء الله مباراه العوده، وان شاء الله الاهلي يقدم مباراه مميزه ويفضل كولر في واقعيته لاداره المباراه والتشكيل، ان يلعب بنفس الشكل ده. انا شايف مباراه العوده لما انت تلعب بنفس التشكيل ده ما عدا تغيير واحد، ان انت ممكن تبتدي برضا سليم على الشمال وتخلي عبد القادر دكه، وتبتدي مكان رضا سليم اللي كان يمين تبتدي ببيرسي تاو، ده مميز جدا بالنسبه لي. او حتى لو هتبتدي بعبد القادر شمال وتريح رضا سليم وتبتدي ببيرسي تاو على اليمين مفيش مشكله، بس نفس تبقى التشكيله اللي انت لعبت بيها. لو مروان عطيه رجع من الاصابه ولحق المباراه يبقى مميز جدا، يلعب مكان اكرم توفيق. يبقى انت كده عندك كل الخطوط فيها اللعيبه المميزه. وكده كده عمر كمال عبد الواحد مش هيلعب لانه اصلا مش موجود في البطوله الافريقيه، مش مؤيد. طيب ده بالنسبه لماتش النادي الاهلي. بالنسبه لماتش النادي الزمالك النهارده خلصت المباراه بالتعادل في الكونفدراليه، التعادل 0-0، نتيجه سلبيه لنادي الزمالك، نتيجه مخيبه لجمهور نادي الزمالك، خاصه اللي انت بتلعب على ارضك وسط جمهورك، الفرقه اللي انت بتلعبها. انا مش شايف فرقه عاديه جدا، فرقه ما راحتش عليك، ما راحتش على جون كتير، اسمها دريم سرياني. انت تشكيلتك نزلت بيها، اولا التشكيل اللي انت نزلت بيه انا شايفه ان كان تشكيل غلط. انت اولا نزلت محمد عواد، مصطفى الزناري على اليمين، وده هتحط عليه ما بين قوسين ليه مصطفى الزناري على اليمين. نزلت بحمزه المسلوسي، نزلت بحسام عبد المجيد قلبين دفاع، نزلت بابراهيم انداي شمال، نزلت بنبيل دونجا واحمد حمدي وترافيس موتيبا الثلاثه في نص الملعب، نزلت بشيكابالا وينج يمين، مصطفى شلبي وينج شمال، سيف الجزيري. تمام. طيب اولا انت الدكه بتاعتك فيها حوالي بنتكلم اللعيبه اللي هتقدر تحتاجها من الدكه حوالي 4 لعيبه 5 لعيبه. تمام. وهقول لك مين. اولا نزول مصطفى الزناري باك يمين ده غلط. ليه؟ انت مش معنى ان هو لعب ماتش الاهلي ربع ساعه او نص ساعه اللي لعبها عمل 4 أو 5 تاكلينجات كويسين، ظهر بشكل كويس، ان انت تنزله في مباراه مصيريه زي دي. ما ينفعش تنزله باك يمين، ما ينفعش. مصطفى الزناري هتنزله قلب دفاع، ما ينفعش تنزله باك يمين في مباراه مهمه زي دي، مباراه انت لازم تهاجم فيها وتجيب اجوان. مصطفى الزناري طول الماتش 90 دقيقه ما هاجمش، ما عملش اوفر، ما شاطش كوره على الجول، اداؤه الدفاعي كويس ماشي اوكي. انت مش نازل الماتش ده تدافع غير ماتش الاهلي، انت ماتش الاهلي كنت كسبان 1-0 فمنزل مصطفى الزناري عشان يامن لك الناحيه اليمين، اوكي اتفهم ده جدا وكان ظاهر بشكل كويس. انا مش بنتقده على فكره خالص، انا بنتقد الاداره الفنيه ان انت تنزله 90 دقيقه في ماتش زي ده، انت محتاج تهاجم وتجيب فيه جوان. ما تنزل سيد نيمار، حط سيد نيمار مكانه. ليه مش معتمد على سيد نيمار؟ على الاقل هيروح كتير وهيعمل جبهه هو وشيكابالا الناحيه اليمين. نيمار احسن بكتير، على الاقل الكره ما تيجي لشيكابالا هو يضم لجوه ونيمار يخرج من وراه. ليه ما تستغلش سيد نيمار؟ طيب انت المباراه ازمت معاك وفضلت 90 دقيقه وما نزلت سيد نيمار، ليه اعتمادك الرسمي على الزناري؟ ما هواش لعيب باك هجومي، هو دفاعي، انت مش عايزه. انت في حاله المباراه دي انت عايز تهاجم، ليه حطه وفضلت مكمل بيه؟ دي نقطه. النقطه الثانيه، ليه منزل موتيبا منزله نص ملعب؟ ما تلاعب موتيبا كنت نزلته معاك في بدايه المباراه مكان مصطفى شلبي، لان مصطفى شلبي مصاب بقاله فتره كبيره، انت ما انتش عارف هو هيعمل ايه في مباراه زي ديت، ودي مباراه مهمه بالنسبه لك. خلي مصطفى شلبي على الدكه، ورقه رابحه بالنسبه لك، يغير لك الماتش في اي وقت، خليه على الدكه ونزل موتيبا شمال. احنا كلنا شفنا موتيبا وهو بيلعب، موتيبا بيلعب ينفع يلعب وينج، هو لعيب وينج، هو لعيب سريع وينج، ما تحطوش في قلب الملعب، مش بتاعته، مش هتاخد منه حاجه. حط موتيبا شمال، مش على عدلته بس خليه شمال، تمام، على الاقل يعمل العابه ويجري سرعته الموجوده في الوينج تستفاد بيه في الناحيه ديت. وخلي في نص الملعب نزل محمد شحاته مكانه. ليه قاعد محمد شحاته على الدكه؟ ليه؟ دول تغييرتين بالنسبه لي هجوميتين، ليه؟
طيب بلاش ده كله، شيكابالا مش هيقدر يديك 90 دقيقة، استغل بشيكابالا، طلع شيكابالا ما تلعبوش اساسي ونزل موتيفا مكانه، وخلي مصطفى شلبي، بس ما تنزلش شيكابالا 90 دقيقة، مش هيقدر. شيكابالا لعب 70 دقيقة ما عملش حاجة، هي الكرة فاول وشايطة في زاوية الحارس، برضو مش هجوم على شيكابالا، بس انت بتنزل لعيبة مش هتقدر تسعفك. انت المباراة دي مهمة اللي انت كنت تخلصها هنا، انت طالع من هنا 0-0، الله اعلم بره هتعمل يوم الحد الجاي في غانا. المباراة مش هتبقى سهلة، الفرقة اللي انت لعبتها دريمز دي فرقة على قدها، وانت ما استغلتش الموقف وقدرت تسجل في ملعبك. طب انت بقى في ملعبهم، هم هيبقوا بنفس الشكل ده؟ لا طبعا، لا طبعا، هيهاجموك، هيتعاملوا معاك. اداء سيء، اداره فنيه سيئه من جوميز. ربنا يستر على الزمالك في مباراه العوده هناك، طبعا هيلعبوك في عز الحر، هيلعبوك على ملعب سيء، هيحاولوا يستغلوا كل العيوب اللي انت هتقع منك وهي بالنسبه لهم هتبقى مميزات. فيا ريت يكون اداره فنيه بشكل احسن من جوميز، يلعب بواقعيه اكتر، يحط اللعيبه في مراكزها، يشوف هو الماتش عاوز منه ايه وعلى اساسه يحط اللعيبه. لكن ما تجيليش في ماتش زي النهارده تلعب لي الزناري. ليه بتلعب الزناري؟ انت مش عايز تدافع ليه؟ ما تحط سيد نيمار، حط اللعيبه في اماكنها ومراكزها. سامسون ما تنزله مهاجم، انت ليه منزله تحت؟ ما تحط سامسون مهاجم، ليه منزله تحت المهاجم؟ ليه؟ تغييرات غريبة، خطة غريبة عجيبة. المهم دي كان نتيجة سلبية من نادي الزمالك النهاردة. أتمنى إن يحقق العودة في مباراة العودة ويكسب هناك، مع إن الموضوع صعب جدا، أنت بتتكلم في كده 30-70 لنادي دريمز الغاني، فالموضوع بقى أصعب. أنت كنت بإيدك تحقق نتيجة كويسة هنا في ملعبك، أنت ضيعت الفرصة. إن شاء الله مباراة العودة تبقى خير لنادي الزمالك وتفرح جماهيره كده. دول المباراتين اللي حصلوا، ان النادي الاهلي تعادل بره ملعبه، نادي الزمالك تعادل في ملعبه. ان شاء الله الاسبوع الجاي يوم الجمعه يوم الاحد يكون ان شاء الله نسمع اخبار عن تاهل الاهلي للنهائي وتاهل الزمالك للنهائي، يكون في السلام عليكم.